إيمان سمراء النيل التي سحرت الجماهير. إيمان الاسم الفني للممثلة المصرية ليلى هلال ياسين، هي واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية في الخمسينات والستينات. اشتهرت بجمالها الساحر وأدائها المتميز، مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي. حياة حافلة بالأحداث الفنية. البدايات: بدأت إيمان مشوارها الفني في منتصف الخمسينات، حيث شاركت في العديد من الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً، أبرزها عهد الهوى مع الفنان فريد الأطرش. الشهرة والنجومية: سرعان ما أصبحت إيمان واحدة من أهم نجمات السينما المصرية، وتألقت في العديد من الأدوار المتنوعة، مما جعلها تحظى بإعجاب النقاد والجمهور على حد سواء. التعاون مع كبار النجوم: تعاونت إيمان مع كبار نجوم السينما المصرية في ذلك الوقت، مثل عبد الحليم حافظ، فريد الأطرش، وسعد عبد الوهاب، وقدمت معهم العديد من الأعمال الفنية الخالدة. الاعتزال: في بداية الستينات قررت إيمان الاعتزال وترك عالم الفن لتتفرغ لحياتها الشخصية. حياة شخصية مثيرة للاهتمام. الزواج: تزوجت إيمان مرتين، الأولى من فؤاد الأطرش شقيق الفنان فريد الأطرش، ثم تزوجت من مهندس ألماني أشهر إسلامه من أجلها. الحياة بعد الاعتزال: بعد اعتزالها الفن، سافرت إيمان مع زوجها إلى ألمانيا، لكنها كانت تعود إلى مصر من وقت لآخر. إرث فني خالد: رغم اعتزالها المبكر، إلا أن إيمان تركت إرثاً فنياً خالداً، وستظل أعمالها الفنية شاهدة على موهبتها الفنية وجمالها الساحر.